السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من صاحب الكورة. هنتكلم في كام جزء كده على السريع. الجزء الأول هو إنه النادي الأهلي دايما فخر الكرة المصرية وفخر الكرة العربية، بدليل إن الاتحاد العربي لكرة القدم طلب من النادي الأهلي المشاركة في البطولة العربية. اشمعنى النادي الأهلي؟ طيب يا جماعة، النادي الأهلي عشان الأكثر تسويقيا، الأكثر جماهيريا، الأكثر من حيث البطولات، الأكثر من حيث الشعبية، طبعا بالإضافة للنادي الهلالي السعودي وفي أندية تانية كتير والعين الإماراتي. طب ليه ما طلبش من نادي الزمالك إن هو يدخل البطولة دي؟ عادي، ما عادي ممكن الزمالك والأهلي يخشوا البطولة العربية، بس إن أنت هو عارف إن النادي الأهلي هيشارك في البطولة الأفريقية والسوبر الأفريقي، فدي حاجة يعني. وكمان النادي الأهلي كان رافض في الأول، فلما درس الموضوع بنسبة 90% الأهلي وافق إن هو يشارك في البطولة العربية. طب انت هتيجي تاخد رأيي هتقولي طب يا صاحب الكورة تعمل ايه؟ تتمنى ايه او اللي انت عايزه تكون ايه؟ انا عايز الاهلي يكون عنده سكواد عالمي من 25 لاعب او 30 لاعب كمان، ويشارك هنا ويشارك هنا. انا بالنسبة لي عايز اتفرج على الاهلي كل يوم. النادي الاهلي يا جماعة مش مجرد فريق او مجرد حد احنا بنتفرج عليه او لا، يعني انا بشوف ان النادي الاهلي لا يقارن ولا بريال ولا ببرشلونة ولا باليونايتد ولا بالسيتي ولا بالليفر ولا بالانديه دي كلها. الاهلي فقط. انا ممكن اتفرج على الانديه الاوروبيه دي استمتع ككوره، انما ما ازعلش لو خسر او كسب، او ما افرحش او كسب او خسر، لا خالص. خلينا متفقين على دي. انه وكمان في جزئية تانية، النادي الاهلي بيقدم حاجات كتير كويسة لمصر. ان هو اكتر فريق دخل كاس عالم للاندية 8 مرات. طيب ودي كمان، ده كمان تاني اكثر فريق فوزا في كاس العالم للاندية واحرازا للاهداف. فالمحتوى كل الحاجات دي ان شاء الله النادي الاهلي ياخد القرار السليم، وان هو انا عايزه يشارك في السوبر الافريقي ويشارك في البطوله العربيه، او ياخد دور او يخش دور الابطال ويخش البطوله العربيه. لان انا بالنسبه لي انا عايز اشوف الاهلي في البطوله العربيه. هيشوف هيعمل، انا واثق من الفريق ان هو يعني ما في فريق في الوطن العربي كله هيسد قدام النادي الاهلي، احتراما للهلال والسد القطري بالنجوم اللي فيه واللعيبه اللي فيه. بس النادي الاهلي سيظل النادي الاهلي. دي جزئيه تانية. وطبعا السوبر الافريقي علشان خاطر العامل المادي الكبير للسوبر الافريقي. دوري ابطال افريقيا مش مشكله حتى لو ملغاش، كفايه بطوله عربيه والسوبر الافريقي. دي حاجه تانية، انه النادي الاهلي فتح خط مع جابرييل سوزا البرازيلي، لو تفتكروا ان هو النادي الاهلي كان عايز يجيبه كده، ومع جاكسون موليكا. جاكسون موليكا يا جماعة هو النادي الاهلي بيتفاوض عليه من اول الموسم. كان في كلام وحصل حاجات كتير جدا، بس ما حصلش توفيق. طبعا النادي الاهلي اكيد اختلافات مادية وحاجات كده، بس ان شاء الله انا اتمنى النادي الاهلي يجيب الخمسة المحترفين اللي عنده يكونوا توب. يعني انت عندك علي معلول، اليو ديانج، دول توب التوب. يعني انت مش هتلاقي في القارة احسن منهم حاليا، بس مع الوقت هتلاقي حاجات كتير كويسة. ان شاء الله انتظرونا في حاجات كتير. اتمنى دعمكم ولايك بصباعك. اوعى تنسى اللايك ده والاشتراك في القناة، او تعمل متابعة ولايك لصفحتي على الفيسبوك صاحب الكورة. فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي والكرة المصرية، كل المصرية. وربنا يهدي التحكيم المصري.